أهلا بيكم بوابة العوالم الخفية. أنا روح، والنهاردة أجيب لكم قراءة مخصوص للناس اللي كانوا في علاقة وانفصلوا. يعني القراءة دي للمنفصلين اللي لسه عندهم سؤال جواهم بيزن: هو حيرجع؟ بيفكر فيا؟ ندمان؟ ولا خلاص الباب اتقفل؟ معانا النهاردة 3 مجموعات أنا هعملهم بأحجار الطاقة. اختاروا حسب الأحجار، وكمان هقسم الكروت 3 مجموعات، وانتم اختاروا على حسب الكروت أو على حسب الأحجار أو حتى على حسب نيتكم. يشوفوا انتم أي قراءة من الطاقة العامة، أي قراءة تناسبكم، تحس إن هي دي أنا، واسمعوها. هقول لكم كل حجر معناه إيه، وبعدين أحط كل حجر ده المجموعة الأولى، وده المجموعة الثانية، وده المجموعة الثالثة. بعدين أحط كل مجموعة بالأوراق و... و... وابتدي القراءة. يعني كل حجر هيتحط مع مجموعة، دي الأولى، دي الثانية، ودي الثالثة. طيب نقول إيه؟ نشوف معاني الأحجار الأول. ممكن معنى الحجر أو لا هو فايدته إيه تخدمك في إنك تعرفي تختاري المجموعة بتاعتك. المجموعة الأولى هنختار بالحجر ده، في أبيض على رمادي على أخضر، يعني تحس إنه أبيض أو أخضر رمادي كده، بس هو في الكام باين إنه رمادي. ده حجر أمازونيت، زي أمازونيت. هو حجر لونه بيكون أخضر رمادي، مايل للخضار، مايل للبياض، مايل للجري. بيرمز للسلام الداخلي والتوازن وراحة البال. بيساعد على التعبير عن المشاعر بصدق ومن غير خوف. مشهور كمان إنه حجر الحقيقة ولا حجر التواصل، يعني بيساعد الناس تقول اللي جواها. المجموعة الثانية ده الحجر الأسود اللي بيلمع، ده حجر أوبسيديان The Black Obsidian، حجر الحماية. ده حجر يعني بيحمي، حجر الحماية، وهو حجر قوي جدا. بيمتص الطاقة السلبية، بيدي وضوح داخلي، وبيساعد على مواجهة الحقائق اللي الواحد بيهرب منها. وآخر حجر، التليفون قدامي وأنا ورا التليفون هنا، عشان كده بشوف في الكاميرا عشان أشوف إيدي رايحة فين. آخر حجر معانا هنا هو الحجر الذهبي، أصفر ذهبي. ده حجر عين النمر، ده ايجر تاي. ايجر والله ما عيد، ما عنديش وقت. تايجر اي، تايجر نمر اي هي العين. ده ايجر تاي. سوري، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما علينا، عين نمر. بيستخدم الطاقة والحماية، يقوي ثقة بالنفس والتركيز والشجاعة، بيساعد الواحد ياخد قرارات من غير خوف. anyway، تاخدوا وقتكم تختاروا أي مجموعة، وأنا هفرق الورق ونبتدي القراءة. خدوا نفس عميق واختاروا على حسب الحجر، أو على اللي عجبكم، أو على حسب معنات الحجر، أو على حسب المجموعة. أنا مش عايزة أعمل حروف، لأنه الواحد بيفضل متقيد بالحروف ويفضل يدور عليها ويقولك لا يا معرفش إيه، الحروف مش هي. احنا مش عايزين نقيد نفسنا بحاجة. ممكن ابتدي اعمل قراءة حسب الحرف الاول، الثاني، الثالث او الاخير، يعني تختار على حسب الحرف الشريك، بس بفضل من غير تقييد.
استغفر الله العظيم. هو الكروت دي بلاستيك سليبري، يعني عشان كده بتزلق من ايدي، بتتزحلق. القراءة دي بالعامية المصرية علشان كل الوطن العربي يفهمها. كان ممكن أعملها بلهجتي، بس أنا عارفة إنه لهجتي صعبة، مش سهل على دول كتير إنها تفهمني، فخلينا بلهجة بلد العالم العربي كله بيعرف لهجته. اوكي، لو لسه مخترتوش وقفوا الفيديو واختاروا. نبتدي بالمجموعة الأولى أو اللي اختار الحجر ده. الحجر الأبيض أو الجري أو الحجر الأخضر. كروت كبيرة وبلاستيك تتزحلق. هي حلوة وطاقتها حلوة لأنها ذهبي، طاقة المال. إن شاء الله والفيديو بتاعي ياخد ترند والمشاهدين يزيدوا، والتعاليق واللايكات. علوا استحقاقكم يا البنات، وقولوا لي لو القراءة دي انطبقت عليكم. اللي اختاروا المجموعة الأولى أو الحجر الأبيض، واضح جدا إن العلاقة دي كان فيها مشاعر، بس كان فيها كتمان كبير، يعني كان فيها حب، بس في نفس الوقت الحب ده مش، يعني ما عرفتوش توصلوه لبعض كويس. واحد مش واضح مع التاني، والشخص ده مش من النوع اللي بيفتح قلبه بسهولة. الشخص اللي انتي منفصلة عنه، يعني طاقة انفصال، بس يعني مش اللي لسه في علاقة ما لهمش علاقة بفيديو. اوكي، الشخص اللي انتي معاه دلوقتي من النوع اللي ما بيفتحش قلبه بسهولة. دايما كان في حب بيبقى يعني مش حب، هو بيبقى عايز يسيطر، يعني حب السيطرة. هو الشخص عنده حاجة اسمها الحب المسيطر. هو حاجة كده جاتني في بالي وقلتها، معرفش هو في حاجة كده ولا بس. المهم ان هو شخص بيحب انه يسيطر، بيحب الشخص اللي يحبه يكون مسيطر عليه. اوكي، وكأنه بيقفل على مشاعره بمفتاح، يعني مش بيديك الحب، بس عارف انه بيحبك، بس هو مش عايز يقول. هو كده. بس انتي كنتي قاعدة زي انك بتكلمي نفسك، يعني هو ده بيحبني ولا انا اللي بس اللي بحبه؟ طيب نشوفه هو ندمان عليكم ولا لا. هم. حلو. سؤالنا هل هو ندمان؟ يس، هو ندمان، في طاقة ندم. هو بيرجع يشوف صورك، بيفكر في كلامكم، بس بيرجع يخاف. معرفش هو بيخاف من ايه. خايف يتكسف من نفسه، يعني يعتذر او لا يبين حبه، واحنا نقول بالمغربي تفرطيه. يعني خايف انك يبين لك حبه، تبقي انت ايه، واخدها انه نقطة ضعفه. عارفة، هو مش عايز يبين، بيخاف انه يبين انه ضعيف. خايف يجي
ما يعرفش يصلح معاك العلاقة، خايف يبان تاني وتبقى العلاقة، بس هو بيحبك بصراحة وخايف من العلاقة دي يجي يصلحها ما تتصلحش. عارفة، هو بيراقبك كمان، في طاقة مراقبة بس من بعيد، بيسمع أخبارك حتى لو مش ظاهر، بس في دماغه صراع كبير، يرجع ولا يختفي أكتر. نشوف لو في نصيحة ليكي. الورق هينصحك بإيه أصحاب المجموعة الأولى؟ وطبعا أنا بتكلم بصيغة المؤنث. لو أنت ولد وأنت يعني في نفس الدائرة دي، فخدها بصيغة مذكر، يعني ما تسألش هو دي بس للبنات، لا، هو البنات والولاد. أوكي، نصيحة الورق ليكي يا صاحبة المجموعة الأولى. عشان الورق كله يكون باين هنا. طيب، نصيحة الورق ليكي، خلي عندك مساحة تركيز على نفسك، اشتغلي على نفسك، ركزي على حياتك انتي، ابني نفسك. انجحي الأول، عيشي حياتك لنفسك، انجحي لنفسك. ولو رجع يبقى هو اللي كسر عناده وجاب إرادته، مش انت اللي قعدتي تدللي له عشان يرجع عليك ولا قعدتي تستنيه. ابني نفسك وحيرجع، ولو ما رجعش يبقى انت بنيتي نفسك، ولو رجع هيندم عليكي. اقول لك حاجه، هو في طاقه رجوع، اوكي، بس دي طاقه عامه، مش كل اللي هيسمعها في رجوع، اوكي. ممكن يرجع، بس لو ما رجعش يبقى ربنا مجهز لك حاجه احسن، وحد يستهلك احسن منه. ما تقوليش ده اخر الدنيا وده اللي انا كنت هموت عليه وما اعرفش اعيش من غيره، لا طبعا. لو ما رجعش هيجي حد يعرف قيمتك، واللي عارف قيمتك واللي بيحبك بجد عمره ما يسيبك تروحي من ايده، لانه ده الشخص سايبك، لا سابك تروحي من ايده، فهو مستهلكيش. شكرا لاصحاب المجموعة الاولى. نروح على المجموعة التانية. المجموعة التانية واللي اختاروا بالحجر الاسود. دي اعلان الكروت، في 4 كروت. اوكي، المجموعة التانية دي علاقة كانت قوية جدا، بس مليانة صراعات وصدامات وشوية دراما. ممكن الشخص ده كان يعني بيخفي مشاعره، بيبان ويختفي من غير أي تفسير. يعني انتي بتكوني معاه في علاقة حلوين قوي، بس فجأة disappear، اختفى، أو حتى يعملك بلوك ويرجع تاني. صح؟ لو صح اكتبيلي في كومنت. انتي ساعات حسيتي انك على أرجوحة المرجحة، يوم فوق ويوم تحت. الطاقة بتقول انه شايف نفسه ضحية، حاسس انك ظلمتيه او جرحتيه، بس في نفس الوقت لسه بيراقبك. هو مش ناسي، بس عنده كبرياء كبير بيمنعه انه يجي ويقول الحقيقة.
هنشوف إذا الشخص ده راجع. لا، السؤال التاني هو عنده هنشوف هو راجع ولا لا. هل هيرجع؟ ممكن في رجوع، بس مش دلوقتي. هو محتاج ينضج شوية، يشيل عنه الشغل اللي بيعمله، يعرف انه غلطان ويقرر هو عايز ايه بالضبط. هو لسه مش مستعد للمواجهة. لو انت لسه بتفكري في انك مصير العلاقة معاكم بتحبيه عايزاه، خدي وقتك، لكن ما تعلقيش بأمل من غير هو ما يبتدي يعمل أي ردة فعل. اسألي نفسك، لو هو رجع بنفس طريقته القديمة هتبقي انت مبسوطة؟ يعني ده اللي انت عايزاه من العلاقة، انه يقعد بلوك رايح جاي وانت ايه مشاعرك ايه؟ ما ينفعش. لو ده انت مش عايزاه منه، فاستنيه يرجع بنسختي الجديدة، مش بالشخص اللي كان قاعد بيمرجح فيكي. هنشوف نصيحة الأوراق ليكي. أتمنى الصوت يكون واضح عشان عندي ليل، مش عايزة أرفع صوتي أكثر من كده. نصيحة الأوراق يا آخر فقرة في المجموعة الثانية. النصيحة ليكي هنا بتقول شوفي نفسك وشوفي قيمتك وحطي حدود. لو رجع لازم يكون رجوع برغبة حقيقية، مش رجوع مؤقت وبعدين يختفي تاني. انتي في ايدك كل حاجة، في ايدك انك تظبطي العلاقة دي، وفي ايدك انك تقبلي على الوضع اللي هو بيعمله لك، بيخليكي مستنية يعني مركونة على الرف. الوقت اللي هو عايزك هيرجع لك، الوقت اللي مش عايز خلاص عايش حياته. انتي مضمونة، ما تكونيش مضمونة لحد. آخر مجموعة معانا واللي اختاروا حجر تايجر آي، المجموعة الثالثة. أنا تعمدت إني ما أعملش 3 كروت عشان مش عايزة القراءات تعيد نفسها. يعني في ناس ممكن طاقتها تغلب على القراءة كلها، فالورق يجي كله بيقرأ لشخص واحد. فأنا خدت الكروت كلهم، يعني كارت واحدة وقسمتها علشان اللي يجي هنا ما يجيش هنا. وكمان مش كل الكروت بنزلهم، يعني بنزل بس 3 مجموعات وخلاص. المجموعة الثالثة هنا كان بينكم حب بجد، دي علاقة فيها إحساس صادق، فيها مشاعر عميقة، لكن اللي وقع بينكم مش انتوا الاتنين. اللي وقع بينكم كان ظروف مش بسببكم، توقيت غلط أو تدخلات من اللي حواليكم. هو لسه بيحبك، بس هو لسه بيحبك وبيحس بيكي، بس الكبرياء مسيطر عليه، مش قادر يبين إنه ضعيف أو محتاجك. هو عايز يرجع، بس كل مرة يقرر يرجع يقول لأ، لو رجعت ممكن ترفضني. طب نشوفوا هو هل ممكن يرجع لك، في رجوع أصلا ولا لأ.
هيبقى في رجوع بس بحذر. خطوة صغيرة كأنه بيقس النبض، بس هو هيظهر. ممكن يبعت رسالة يعني كده، عيد مبارك، جمعة مباركة، الرسائل اللي ما بنحبهاش دي. ممكن يعمل لك لايك على منشور، بس انت هتشوفيه ظاهر في حتة عندك. فين بالظبط؟ هو هيفتح لك باب. لو كنت عامله له بلوك من كل حتة، ممكن يظهر في التلفزيون او من المكيف او اي حتة، المهم انه هيظهر، هتشوفيه برا. ممكن يعني من خلال السوشيال ميديا، ده اغلب ال... الظهور بتاعه، او لا هتشوفيه اسمه بيبان قدامك، اظن السوشيال ميديا بس. لو انت لسه عايزة العلاقة دي، استقبليه بقلب يعني مفتوح، لكن خلي عقلك صاحي. اوكي؟ وخلي بينكم حدود واضحة. ما تديش قلبك، يعني ما تديش كل حاجة، ما تديش حبك، ما تديش، لا. يعني لو هو بان، ما تقوليش اهوبا تعالى هنا انا كنت مستنياك، لا. استني وتريثي يعني حبي، اوكي، اقبليه وتقبلي رجوعه، بس مش ما تندلقيش. اركزي شوية وثقلي. التوازن هنا مهم جدا، لازم توازني نفسك. طب نشوف آخر نصيحة ليكي يا مجموعة الثالثة. النصيحة ليكي ما تلعبيش دور الضحية. انتي مش محتاجة تثبتي انك بتحبيه، او تقعدي تشحتفي علشان وتبكي وتضحي علشان والحاجات دي، لا 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 خالص، لا. هو عارف وحاسس بجد بالكلام ده، مش محتاجة انك تثبتي اي حاجة. هو عارفك كويس اوي وحافظك كويس اوي. هو اللي محتاجه دلوقتي، محتاج يشوفك قوية، لانك انت بجد قوية، ومش لازم تتكسري قدامه، ومش لازم تتكسري قدام اي حد، لانك انت بجد قوية. وهنا في برج الجدي، يعني منكم ناس كتيرة من برج الجدي. انت قوية يا، المهم انها في ابراج ناري، سوري، ابراج ترابية وابراج هوائية، بس اللي طاغي هنا الترابية، لانك انت قوية جدا. طيب هنا خلصنا المجموعة الثالثة. يعني احنا كلنا هنا بنسأل، اي علاقة حد سابنا بنسأل هو هيرجع، بس السؤال الحقيقي اللي لازم نسأله هو لو رجع، هو انا لسه عايزاه؟ اسألي نفسك الاول. مش هو نقطة تحول في حياتك، انتي في حياتك مش مبنية عليه، مش هتموتي من غيره. ولما يرجع، لو رجع ولما يرجع، انتي لسه نفس الشخص اللي كنتي مستنياه؟ ما كسرش فيكي حاجة، ما بنيتيش شخصية. طب اقول لكم، اكتبوا لي كومنتات، انتم اخترتوا اي مجموعة فيهم، الاولى التانية او التالتة، وايه اكتر جملة حسيتوها انها بتكلمكم شخصيا، يعني حسيتوا ان القراءة دي بجد ليكم انتم. ولو عايزة قراءة خاصة بالأحرف أو بالأبراج أو بالطاقات، اكتبولي وأنا جاهزة أعملها لكم. أكثر حد بيعمل تعليق ويشاهد يعني أشوفه مشترك، بعمل لنا قراءات خاصة. قبل كده فيديوهات اللي كانوا متابعيني زمان عارفين إني بعمل قراءات خاصة بالفيديو، يعني بعمل
كروت مغربية وكده، وكمان الكروت الكوتشينة المصرية. هنا وصلنا لآخر الفيديو. أنا روح، ودي كانت بوابة العوالم الخفية. خليكم فاكرين الرسائل ما بتتكررش مرتين، واللي جالك النهاردة كان ليكي انتي مخصوص. سلام.